في ظهيرة باردة دخل أندرو مايرز وهو رجل مسن هادئ يتمتع بسلوك متواضع إلى وكالة سيارات مزدحمة. كانت سيارته السيدان القديمة رغم موثوقيتها قد مضى عليها ما يقرب من عقد من الزمان، وقرر أن الوقت قد حان للترقية. كان أندرو يرتدي معطفا مهترئا وحذاء متهالكا، وبدا وكأنه خارج المكان تماما وسط التصاميم الداخلية الأنيقة والعملاء الذين يرتدون ملابس فاخرة، لكنه لم يكن هناك لإبهار أحد. كان ببساطة يبحث عن سيارة تلبي احتياجاته، وبينما كان يتجول في الوكالة معجبا بالمركبات اللامعة المعروضة، بدا رد فعل الموظفين بعيدا عن الترحيب. على الرغم من اهتمامه الواضح لم يقترب منه أحد ليعرض عليه المساعدة. بدلا من ذلك انشغل البائعون بالعملاء الأصغر سنا والأكثر أناقة، الذين بدا أنهم قادرون على تحمل تكلفة السيارات الفاخرة في الوكالة. بدا مظهر أندرو المتواضع كأنه عباءة إخفاء جعلته غير مرئي تقريبا في نظر الموظفين. أحد البائعين جاريت بليت، وهو شاب ذو شعر مصفف للخلف وابتسامة واثقة، نظر إلى أندرو لوهلة، لكنه سرعان ما حول انتباهه إلى زوجين يرتديان ملابس أنيقة دخلا بعد لحظات. كان من المستحيل تجاهل الهمسات بين الموظفين والنظرات الرافضة واللامبالاة الواضحة. انتظر أندرو بصبر بجوار سيارة سيدان سوداء لامعة لفتت انتباهه، ومرر يده على سطحها المصقول متخيلا نفسه خلف عجلة القيادة. وبعد مرور ما يقرب من 20 دقيقة من التجاهل التام قرر أن يأخذ الأمور بين يديه. توجه إلى المكتب الرئيسي حيث وقف 3 من البائعين يتحدثون بحيوية، وقال بأدب رغم الإحباط المتزايد في صدره: عذرا، أنا مهتم بشراء إحدى السيارات، هل يمكن لأحد مساعدتي؟ بالكاد رفع جاريت بصره عن هاتفه ورد ببرود: نحن مشغولون بعض الشيء الآن، لماذا لا تعود لاحقا؟ ظل تعبير أندرو هادئا، لكن في داخله كانت العاصفة تختمر. أومأ برأسه بفظاظة واستدار ليغادر، وقلبه مثقل بخيبة الأمل والغضب. وبينما كان يخرج سمع أحد البائعين يتمتم ساخرا قبل أن يطلق ضحكة خافتة: مضيعة للوقت، بعض الناس يأتون فقط ليتجولوا بين السيارات دون نية للشراء. لم يدركوا أن أندرو مايرز لم يكن مجرد رجل عادي، لقد أمضى عقودا في بناء ثروة من خلال استثمارات ذكية وخبرة تجارية واسعة، ومع ذلك اختار أن يعيش ببساطة، مفضلا الشخصية على الممتلكات المادية. لم يكن لينسى بسهولة الإذلال الذي شعر به في ذلك اليوم. وبينما كان يقود سيارته القديمة بعيدا بدأت خطة تتشكل في ذهنه. في ذلك المساء أجرى أندرو عدة مكالمات هاتفية مع شخصيات مؤثرة في عالم الأعمال، وبحلول صباح اليوم التالي كان قد دبر خطوة لم تغير حياته فحسب، بل ستقلب الوكالة رأسا على عقب. في صباح اليوم التالي عاد أندرو إلى الوكالة، لكنه لم يأتي كعميل هذه المرة. بعد سلسلة من المفاوضات الاستراتيجية والمكالمات الهاتفية في الليلة السابقة، تمكن أندرو من تأمين التمويل اللازم وإبرام الاتفاقيات المطلوبة لشراء وكالة السيارات بالكامل. عندما دخل عبر الأبواب الزجاجية كان نفس الموظفين الذين تجاهلوه بالأمس حاضرون، غير مدركين للتحول الزلزالي الذي حدث بين عشية وضحاها. كان يرتدي نفس المعطف المتواضع والحذاء البالي، ولم يلمح بأي شكل إلى حجم التغيير الذي طرأ. دخل أندرو مايرز إلى الوكالة بنفس ثقته الهادئة، لكن هذه المرة كانت هناك شرارة من العزم في عينيه. لاحظه المدير العام للوكالة، وهو رجل في منتصف العمر يدعى توماس جرين، فورا دون أن يعرف من هو أو سبب عودته. ابتسم توماس ابتسامة مصطنعة واقترب منه قائلا بلهجة مهذبة لكنها غير صادقة: صباح الخير سيدي، كيف يمكننا مساعدتك اليوم؟ مد أندرو يده إلى جيب معطفه وأخرج مجموعة من المستندات المطوية بعناية، ثم سلمها إلى توماس بينما كان يراقب رد فعله عن كثب. عبس توماس وهو يفتح الأوراق ويبدأ في قراءتها، ليتغير لون وجهه تدريجيا وتتلاشى ابتسامته الواثقة لتحل محلها ملامح الذهول والذعر. ما هذا؟ تلعثم توماس وصوته يرتجف من الصدمة. أخيرا كسر أندرو صمته وقال بهدوء ونظرة ثابتة: أنا لست هنا لشراء سيارة، بل أتيت كرئيسكم الجديد. ساد الصمت الغرفة بأكملها بينما استوعب الجميع وقع كلماته الثقيلة. لاحظ موظفو المبيعات الذين كانوا قد رفضوا أندرو بالأمس
التفاعل الدرامي الذي يجري أمامهم، وزاد فضولهم. سرعان ما اندلعت محادثات هامسة فيما بينهم، محاولين استيعاب ما يحدث. أما توماس الذي كان لا يزال يحمل الأوراق بيدين مرتعشتين، فقد نظر إلى أندرو بعينين متسعتين قبل أن يتمتم بصدمة: هذا لا يمكن أن يكون صحيحا. هل اشتريت الوكالة؟ هذا صحيح، أجاب أندرو بنبرة هادئة لكنها حازمة. اعتبارا من هذا الصباح أنا المالك الجديد لهذه الوكالة، وأنا هنا لإجراء بعض التغييرات. تبادل الموظفون نظرات عصبية، وأولئك الذين ضحكوا عليه بالأمس بدوا الآن غير مرتاحين على الإطلاق. أما جاريت بليت البائع المغرور الذي رفض أندرو بقسوة، فقد تحرك في مكانه بتوتر، وقد استبدلت ابتسامته الساخرة بنظرة خوف واضحة. التفت أندرو ليخاطب الغرفة بأكملها، وكان صوته رغم اعتداله يحمل سلطة هادئة تتطلب الانتباه. ثم بدأ حديثه قائلا: بالأمس جئت إلى هنا كعميل، كنت أبحث عن سيارة للشراء، لكن بدلا من معاملتي باحترام تم تجاهلي وإقصائي والحكم علي بناء على مظهري فقط. لقد افترضتم أنني لا أستحق وقتكم، وكنتم مخطئين. كان التوتر في الغرفة واضحا، ولم يجرؤ أحد على مقاطعته. واصل أندرو حديثه قائلا: اعتبارا من اليوم ستتغير الأمور. لن يسمح في هذه الوكالة بأي نوع من التمييز أو التعالي على العملاء. من الآن فصاعدا سيتم التعامل مع كل شخص يدخل من هذه الأبواب باحترام، بغض النظر عن مظهره أو ما تعتقدون أنه يستطيع دفعه. ثم التفت إلى توماس وقال بحزم: وهذا يبدأ من القيادة. توماس، أنت مطرود. انخفض فك توماس من شدة الصدمة وتمتم بذهول. مطرود؟ لا يمكنك أن تكون جادا. أنا جاد تماما، رد أندرو بصوت ثابت. لقد سمحت بثقافة عمل سامة هنا، وهذا الشيء سينتهي الآن. ساد صمت رهيب في الغرفة. واحدا تلو الآخر بدأ أندرو في توجيه حديثه للموظفين الآخرين، مشيرا إلى أولئك الذين أظهروا نفس السلوك المتعجرف الذي واجهه. ثم قال بحزم: جاريت بليت. تجمد جاريت في مكانه، غير قادر على مواجهة عيني أندرو. لقد جسدت تماما نوع السلوك الذي لن تتسامح معه هذه الوكالة بعد الآن. احزم أغراضك. فتح جاريت فمه ليحتج، لكنه لم يجد ما يقوله. كان يعلم أنه لا جدوى من المجادلة. خفض رأسه واتجه نحو المكتب الخلفي ليجمع متعلقاته. وبينما كان جاريت يبتعد، واصل أندرو تقييمه للموظفين، حيث قام بطرد كل من سخر منه أو تجاهله في اليوم السابق، بينما حذر الآخرين بضرورة تغيير سلوكهم فورا. لم يكن أندرو يطرد الموظفين لمجرد الانتقام، بل كان يبني فريقا يعكس القيم التي يؤمن بها: الاحترام والتواضع والنزاهة. وبين المجموعة برزت موظفة واحدة، كانت شابة تدعى لورا بينيت. على عكس زملائها استقبلت أندرو بلباقة في اليوم السابق، بل إنها قدمت له ابتسامة دافئة. ورغم أنها لم تكن مسؤولة عن المبيعات، إلا أن أندرو لاحظ سلوكها اللطيف ورأى فيها إمكانيات عظيمة. لورا بينيت، نادى أندرو، فتقدمت إلى الأمام بتوتر، ثم قال: أنت واحدة من القلائل الذين عاملوني بقدر من الاحترام. اعتبارا من اليوم ستكونين مديرة الطابق الجديد. أثق بأنك ستقودين الفريق بالعدل والاحترام. اتسعت عينا لورا في دهشة. لكنني هنا منذ 6 أشهر فقط. تلعثمت. ابتسم أندرو بهدوء وقال: أنا لا أهتم بالأقدمية، بل أهتم بالأشخاص الذين يعاملون الآخرين بالشكل الصحيح. مبروك لورا. بدأ الموظفون الباقون يدركون أن أندرو لم يكن هناك لمجرد فرض العقوبات، بل كان يعيد بناء الوكالة من جديد. التفت إليهم مجددا، وصوته كان هادئا لكن حازما: لن تدار هذه الوكالة كما كانت في الماضي. أريد من كل واحد منكم أن يفهم أن كل عميل مهم، سواء كان يرتدي بدلة فاخرة أو معطفا قديما مثل معطفي. كل شخص يستحق اهتمامكم واحترامكم الكامل. إذا لم تكن قادرا على تبني هذه القيم فلا مكان لك هنا. بحلول نهاية اليوم تم فصل ما يقرب من نصف الموظفين. أما الذين بقوا فقد حصلوا على توجيهات واضحة حول الطريقة الجديدة التي ستعمل بها الوكالة. لم يضيع أندرو أي وقت في توظيف بدلاء، واضعا الأولوية للأفراد الذين يشاركونه رؤيته لمكان عمل قائم على الاحترام والعدالة. كان التحول سريعا. انتشرت الأخبار عن الأحداث الدرامية والمالك الجديد، وبدأ العملاء يلاحظون الفرق على الفور. حيث كانت الغطرسة واللامبالاة تسيطران سابقا،
أصبحت الأجواء الآن ترحيبية ومهنية. في غضون أسابيع ارتفعت المبيعات وقفزت سمعة الوكالة إلى القمة. بدأ الناس يأتون من جميع أنحاء المدينة، ليس فقط لشراء السيارات بل لتجربة الخدمة الاستثنائية التي أصبحت السمة المميزة للمكان. لكن وسط كل هذا ظل أندرو متواضعا كما كان دائما. لم يكن يسعى إلى الأضواء ولم ينسب الفضل لنفسه في هذا النجاح. بالنسبة له لم يكن الأمر مجرد إثبات وجهة نظر للموظفين الذين أساءوا معاملته، بل كان يتعلق بإنشاء شيء ذي معنى، مكان يشعر فيه الناس بالتقدير. في إحدى الأمسيات وبينما كان أندرو يتجول في صالة العرض التي تعج بالحركة الآن، اقتربت منه لورا بتردد. السيد مايرز، فقط أردت أن أشكرك على ثقتك بي ومنحي هذه الفرصة. ابتسم أندرو بحرارة وقال: لقد استحققت ذلك لورا، كل ما فعلته هو التعرف على ما كان موجودا بالفعل. تذكري فقط أن تواصلي معاملة الناس بنفس الاحترام الذي اعتدت عليه دائما، فهذا هو ما يهم حقا. أومأت لورا برأسها وابتسامتها تعكس ثقتها التي تنمو مع كل يوم يمر تحت قيادته. وبينما كان أندرو يستعد لمغادرة صالة العرض، ألقى نظرة أخيرة حوله. المكان نفسه الذي كان مليئا باللامبالاة والاستعلاء أصبح الآن ينبض بالطاقة الإيجابية والمعنى الحقيقي للعمل. شعر بإحساس عميق بالرضا، ليس بسبب القوة التي يملكها الآن بل بسبب التغيير الذي أحدثه. لقد أثبت أندرو مايرز أن التواضع واللطف يمكن أن يهزما الغطرسة، وبذلك ترك بصمة لا تمحى، ليس فقط على الوكالة ولكن على كل من عبر أبوابها. العدالة ليست دائما عادلة، إلا إذا طالبنا بها القوانين قد تكون واضحة، لكن تطبيقها يعتمد على من يفسرها. في كثير من الأحيان يكون التحيز البشري والعادات المؤسسية أقوى من الحقيقة نفسها. لذا يجب أن نكون أصواتا للمظلومين وأن نطالب بنظام أكثر إنصافا وشفافية. المعرفة قوة، لكنها لا تكفي وحدها. كان جلين قادرا على الدفاع عن نفسه لأنه فهم كيف يعمل النظام. لكن ماذا عن الأشخاص الذين لا يمتلكون هذه المعرفة؟ يجب أن نتعلم حقوقنا ونعلم الآخرين، حتى لا يكون الجهل بالقانون سببا في تدمير حياة الأبرياء. التشكيك في المعتاد يمكن أن يكشف الحقيقة إذا قبلنا الأمور كما هي دون مساءلة، فلن يتغير شيء. هيئة المحلفين والقاضي كانوا مستعدين لقبول القصة الرسمية حتى كشف جلين الفجوات فيها. السؤال الصحيح في الوقت المناسب قد يكون الفرق بين الحرية والإدانة. الأنظمة لا تتغير من تلقاء نفسها، بل يغيرها الأشخاص. القاضي غرايسون لم يكن مستعدا لرؤية المشكلة في البداية، لكنه أدركها في النهاية. التغيير لا يحدث بين ليلة وضحاها، لكنه ممكن عندما يكون هناك أشخاص مستعدون لمواجهة النظام وكشف أخطائه. لا تنتظر حتى تكون الضحية. تحرك الآن جلين قرر أن هذه لن تكون آخر مرة يقف فيها في المحكمة، لكنه لن يكون المتهم في المرة القادمة بل سيكون المحامي. لا تنتظر حتى يؤثر الظلم عليك شخصيا كي تتحرك، بل تصرف الآن من أجل نفسك ومن أجل الآخرين. يمكن للعدالة أن تكون حقيقة، لكنها تحتاج إلى أشخاص يؤمنون بها بما يكفي للقتال من أجلها. كن ذلك الشخص.